وصل جلوستر جواب. اتى الجواب من كورديليا. كورديليا بتقول له ان انا نفسي انقذ ابويا الملك. جلوستر قرر ان هو يساعد في انقاذ الملك. هتعملي ايه يا كورديليا؟ كورديليا ناوية انها تيجي مع ملك فرنسا جوزها ومعاها جيش كبير عشان خاطر تنقذ الملك. كورديليا جت الى مدينة دوفر في انجلترا تنقذ ابوها الملك وتنقذ المملكة من ايد جونريل وريجن اخواتها الاشرار. جلوستر قال تعال يا كنت، انت صديق الملك، خد الملك انقله الى مدينة دوفر حيث بنته كورديليا والجيش الفرنسي. إدموند ابن جلوستر كان عارف انه جاله جواب من كورديليا، فاستغل الفرصة وقال انا لازم اقرب للسلطة اكتر ولازم اتآمر ضد جلاستر ابويا. فراح لكورنوول عشان خاطر يقول له ان ابويا جلاستر بيتآمر. كورنوول انبسط من إدموند وقال له يا إدموند انت الدوك القادم لمدينة جلاستر، اما ابوك يا إدموند لازم امر بالقبض عليه ومحاسبته ومعاقبته. وبالفعل تم القبض على جلوستر. تعال يا جلوستر، انت ازاي بتراسل جيش فرنسا ايها الخاين؟ جلوستر قال انا ما قدرتش ان انا اتحمل ان انا اشوف بنات الملك بيعاملوه وحش. قال له تشوف، انت مش هتشوف تاني، وراح ضربه بالسيف على عينيه اعماه. جلوستر دلوقتي اعمى. جلوستر بينادى على إدموند انقذني يا إدموند، لكن إدموند المتآمر الابن الخاين ساب ابوه سايح في دمه. ساعتها ادرك جلوستر ان ابنه إدجار هو اللي كان مستحق للثقة. انا كنت غبي واحمق لما طردت ابني إدجار. في لحظة ما كورنوول ضرب جلوستر بالسيف، احد الخدام كان واقف متعاطف مع جلوستر، قام ضرب كورنوول في نفس اللحظة ومات كورنوول. مات مقتول بإيد احد الخدام. ندم جلوستر على ظلمه لابنه إدجار. فينك يا إدجار؟ يا ريتني الاقيك، يا ريتني اشوفك، انا كان لي عينين وما كنتش شايف الحقيقة. دلوقتي بعد ما اتعميت عرفت فين الحقيقة. الحقيقة ان إدجار هو الامين، وان إدموند المتآمر ابني هو الخاين. هو ماشي ما هوش عارف هو رايح فين، سمع صوت حد بيقول بور توم. في الحقيقة هو كان إدجار، لكن هو هيصاحب جلوستر في سكته وفي طريقه على أساس إنه هو بور توم. جلوستر قال له ممكن تاخدني لمدينة دوفر؟ انت عايز تروح فين يا جلوستر؟ دوفر. طب عايز تروح دوفر ليه؟ جلوستر عايز يقتل نفسه، عايز ينتحر. جلوستر فقد الامل في الحياة بعد خيانة ابنه إدموند. إدجار ما صدق ان هو لأبوه وفضل مكمل معاه لحد ما وصلوا الى مدينة دوفر. جلوستر قال اطلع بي على قمة تل وسيبني وامشي. ولان إدجار عارف ان جلوستر عايز يموت نفسه، حب يقنعه ان هو بالفعل على قمة جبل. فجأة وقع جلوستر وهو متخيل ان هو وقع من على قمة الجبل، والحقيقة انها كانت ارض مستوية. لكن إدجار من خوفه على ابوه اقنعه ان هو واقف على قمة الجبل، وبكده إدجار انقذ ابوه من موت محقق. من ناحية تانية أولباني جوز جونريل
أول ما سمع باللي حصل لجلوستر بإنه هو اتعمى وقعد إن هو ينتقم له، وقال لمراته جونريل: يا جونريل ارضي باللي أبوك قسمهولك، ارضي بنصيبك من المملكة، بلاش طمع. لكن للأسف جونريل كانت طماعة، وطمعانة في أكتر، طمعانة إنها تحكم إنجلترا كلها. وبالنسبة للملك المسكين، كورديليا بنته وجدته مريض ضعيف. قالت له: بابا، أبويا الملك، أنا حزينة على حالتك، متأثرة عشانه. لكن الملك طلب منها السماح: سامحيني يا بنتي، أنا كنت قاسي عليكي وطردتك، وإخواتك كانوا قاسيين عليا. بكت كورديليا ووعدت إنها تساعده، وجابت له الدكتور. أما بالنسبة لأوزوالد وهو خادم جونريل، كان واخد أوامر من جونريل لو شاف جلاستر إنه يقتله. وبالفعل شاف جلاستر وجرى عليه بالسيف، وقبل ما يقتله ظهر له إدجار، قام ضربه بالسيف عشان يمنعه من إنه يقتل أبوه جلاستر. وفي اللحظة دي قال: يا إدجار، خد الجواب ده وصله لإدموند. جونريل مديهوني عشان أوصله لإدموند. لما فتح إدجار الجواب لقى إن جونريل بتقول لإدموند: اقتل جوزي أولباني. يا ترى جونريل عايزة تقتل جوزها ليه؟ لأن أولباني متعاطف مع الملك، ولأن أولباني دايما يقول لها بلاش تطمعي في أكتر من نصيبك. حب إدجار إن هو يستغل موقف الجواب في إنه يوقع ما بين أولباني وإدموند، وأصر إن هو ياخد الجواب ويروح لأولباني ويقول له: اتفضل، شوف جونريل بتتآمر ضدك وطالبة من إدموند إن هو يقتلك. أول ما أولباني سمع الكلام وقرا الجواب، أراد إن هو يقبض على إدموند بتهمة الخيانة العظمى. ومن ناحية تانية كانت ريجان هي كمان طالبة من إدموند المساعدة. ريجان من ناحية وجونريل من ناحية عايزين إدموند يساعدهم، لأنه كان جندي شجاع وقوي من أجل إن هم يسيطروا على المملكة كلها. إدموند حب يستغل الموقف. ريجان عايزة مساعدتي، جونريل عايزة مساعدتي، أنا هرضي الاتنين لحد ما نفوز في المعركة ضد الفرنسويين. وأول ما أفوز هقتل أولباني وأقتل ريجان وأقتل جونريل، واجي على الملك أقتله وكورديليا، ويبقى إدموند هو الملك لإنجلترا. دي خطة إدموند. ودارت المعركة وانهزم الجيش الفرنسي، جيش كورديليا، وانتصر إدموند، وانتصر أولباني، وانتصرت ريجان، وانتصرت جونريل. وأمر إدموند بسجن الملك وكورديليا وقتلهم. أولباني لما سأله فين الملك فين كورديليا، إدموند قال له مالكش دعوة، أنا أمرت بقتلهم. أولباني حب يعاقب إدموند عشان كان بيتآمر مع جونريل ضده. في اللحظة ديت اتخانقوا مع بعض. ظهر إدجار ضرب أخوه إدموند بالسيف، وقع إدموند. إدموند قرب من الموت. إدجار قال له أبوك اتعمى بسببك، وأنا فقدت اسمي وفقدت سلطاني بسببك. يا إدموند أنت ظلمتنا، أبوك مات ما قدرش يتحمل، أنت السبب في موت أبوك،
فحب إدموند إن هو يكفر عن سيئاته قبل ما يموت، فقال: أنا اديت أوامر لضابط السجن بإنه يقتل الملك وكورديليا. خدوا سيفي، ابعتوا للضابط أمارة وقولوا له إن إدموند غير قراره. ومات. وبسبب الطمع في السلطة جونريل حطت السم لاختها ريجن في الأكل وماتت ريجن. وبعد ما انفضح أمر جونريل في إنها تآمرت مع إدموند ضد جوزها أولباني، قتلت نفسها. وبسرعة جريوا الضباط على القلعة اللي مسجون فيها الملك وكورديليا عشان خاطر يلحقهم قبل ما يتنفذ فيهم حكم القتل. وللأسف كان الوقت اتأخر، كانت اتقتلت كورديليا والملك هو اللي لسه عايش. ظهر الملك على المسرح وهو شايل كورديليا بين ايديه وبيعيط وحزين ان هو مش هيشوف كورديليا تاني. وقع الملك على الارض، مات الملك. ونادى أولباني: يا إدجار، انت اللي هتحكم المملكة. وبكده اصبح إدجار اللي اتظلم طول السنين دي كلها اصبح هو ملك انجلترا. اما كنت فيفضل معاه يساعده. وأولباني زوج جونريل رغم انه كان سلبي معظم الاوقات، لكن في النهاية وقف في صف الملك وفي صف العدل. وبكده تنتهي احداث مسرحية كينج لير.